السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي المشاهدين، النهاردة هنعمل مع بعض عدس بشعرية. معانا هنا ربع كيلو عدس، حسب الكمية اللي انت عايزة تعمليها، ربع، نص، أقل من الربع، حسب عدد الأفراد اللي عندك. دلوقتي معانا هنا اللي هنحط على العدس وهو بيستوي، هنحط حبة طماطم وقرنين فلفل حار أو بارد حسب رغبتك، وشوية توم يعني 3-4 فصوص، وبصلاية عاملينها نصين كده. لما يستوي مع بعضيه كله هينضرب في الخلاط وهيبقى ايه، مش ظاهر فيه كل الحاجات دي. بالنسبه للشعريه، هنا معانا شويه شعريه واحنا مولعين على الزيت يسخن. هنا ده الشعريه، وهنا الزيت هنا للبصله اللي احنا هنحمرها دي، اللي هي هتتحط على وش الاطباق بتاعه العدس اللي احنا ايه لما نخلص في الاخر هنوريها لكم. ودي حله هنحمر فيها الشعريه عشان لما العدس يستوي بنضربه في الخلاط وبنروح نازلين بيه على الحل. دلوقتي هنروح نغسل العدس. دلوقتي هنغسل العدس مره واتنين ونصفيه من الميه، وبعد كده نحط له شويه الميه اللي هو هيستوي فيها. والعدس بيبقى نظيف، ما فيهوش مشكله، ما فيهوش اي حاجات شوائب ولا كده. هو يا دوب تشطفيه مره واتنين، وبعد كده ننزل بيه على النار. هنحط حوالي ايه ربع الحله كده او اقل من النص شويه، وكده حطيناه على النار. هننزل بالحاجات اللي احنا قلنا عليها، فلفل وبصل وحبه طماطم وفصين توم، ومعانا هنا ملح على كمون على فلفل اسود. كله طبعا هيستوي في بعضه. هنغطي عليه، وهنا هننزل بالبصل عشان يتحمر. نسيبه يتحمر براحته. وهنا هننزل بالشعريه. طبعا خطوات كلها سهله وبسيطه، مش محتاجه يعني افتكاسات وكده، واي حد بيعرف يعمل العدس. بس كل واحد ليه طريقه. في ناس بتعمله شوربه عدس، بتعمله نفس الطريقه، بس بيبقى في جزر، بحط عليه جزر، بس صراحه الجزر خلص من عندي فمش هنوقف العمليه عشان الجزر يعني. نحمر الشعريه ونطفي عليها بعد ما تتحمر على ما العدس يستوي، وبعد كده نضربه في الخلاط وننزل بيه على الشعريه. بياخد فوره مع الشعريه. الشعريه بدات تتحمر اهي، هنطفي عليها قبل ما تتحمر على الاخر عشان على سخونيه الحله ما يبقاش لونها غامق، وتخلي العدس لونه ايه يغمق معاه، يبقى لونه مش اصفر يعني. دلوقتي هنطفي عليها وهنسيبها مكشوفه كده عشان تبرد. هنا البصله العدس هنا دخل على الفرن اهو. هنجيب له مكعب مرقه، هنفض عليه المكعب مرقه الدجاج مع تقليبه البصل برضه عشان مش ننساه ما ينحرقش منا. وهنا هننزل بالشعريه. طبعا لما سيبناها على سخونيه الحله زادت في اللون بتاعها، فكده هننزل بالعدس. نزلنا بالعدس، وادي الدرج التاني قسمناه على مرتين وهنقلب. والحاجات السمرة اللي ظهرت دي مش سمرة، دي بصل. البصل اللي احنا حمرناه فضيت منه شويه على العدس، والشويه اللي فاضلين هنسيبهم لما الشعريه تغلي وتستوي
هنفردهم على وش الاطباق بتاعت العدس. وكده خلصنا طبق العدس بتاعنا معاكم. بعد ما استوى ضربناه في الخلاط، وبعد كده حطيناه على الشعريه اللي كانت متحمره واستووا، والشعريه استوت فيه. وتغرفيه في الاطباق زي ما انت عايزه، وممكن تحطيه في طبق كبير الكل ياكل منه، او اطباق صغيره كل واحد ياخد طبق زي ما هو عايز. يا ريت لو عجبكم الفيديو ما تنسوش علامه الاعجاب على الفيديو والاشتراك في القناه وتفعيل زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.